اللي انت فيه ده طبيعي. يعني انت حاسس انك متلخبط، مش عارف انت ماشي فين، اختياراتك مش عارف تحددها، ده طبيعي، ده الواقع اللي انت عايش فيه. عندنا نفس سوية ونفس أمارة بالسوء. يعني ربنا خلق لنا اختيارات في كل حاجة. ربنا خلق لنا اختيارات، انت عارف الغلط وعارف الصح. انا عايز ابقى انحرف، وعايز ابقى شبح، وعايز اعمل، وعايز اسوي، وعايز. ده طريق انت اخترته فمشيت فيه، محدش اجبرك عليه، فانت اخترته. فبتيجي نفسك الاماره بالسوء بتساعدك وبتقول لك اعمل وسوي، لا كمل انت صح. لكن في النفس السوء بتمنعك، تقول لك لا، في طريق ربنا، في طريق الصلاح، في طريق اللي ربنا كتبه لك الصح. فانت بتيجي تقول مثلا حاجات بسيطه زي مثلا هعمل ايه، انا مش لاقي. كل ده بيبقى عندنا من بنحس بضغوطات في التربيه. بتبقى التربيه بتاعتنا احنا حاسين ان هي غلط من اهلنا. تيجي تلاقي مثلا اهلك من كتر ما هم بيحبوك على طول بيوجهوك، اعمل كذا، ما تعملش كذا، صاحب فلان، ما تصاحبش فلان، اقعد مع فلان. فانت ما بقتش عارف تبقى صاحب قرار، ما انتش عارف تاخد قرارك ازاي بينهم لما تكبر. فانت لما بتكبر ما تبقاش عارف تاخد القرار ازاي. لكن انت قدامك طريقين، ربنا خلقنا، معاك الصح ومعاك الغلط. اي طريق انت مشيت فيه هو اختيارك انت اللي اخترته. فلازم تحدد كويس اختيارك رايح فين، ولازم تحدد كويس طريقك هيوصلك لفين، ولازم تحدد اختياراتك وتعرف الصح من الغلط، وتعرف ان ربنا خلقك ليك عقل تميز بيه الصح من الغلط.